كنت قاعد مرة مع واحد صاحبي وفجأة قال لي أنا نفسي أكون ناجح، نفسي أعمل حاجة كبيرة. سألته طب إيه الخطوات اللي هتعملها؟ ما كانش عارف المشكلة هنا إيه؟ إن الهدف مش واضح، وعلشان كده بيفضل مجرد حلم. لو أنت كمان بتحس إنك بتحدد أهداف بس ما بتوصلش، السر مش في الحلم نفسه، السر في التكنيك، في طريقة تحديد الأهداف. في الفيديو ده هنتكلم عن الأهداف الذكية أو اللي بنسميها سمارت جولز، وهنشوف إزاي تخطط لهدف بطريقة تخليك فعلا تحققه. فلنبدأ. طيب إيه هي الأهداف الذكية؟ دي طريقة بتقسم الهدف ل5 صفات أساسية. لو هدفك فيه ال5 صفات دي، فرصك في النجاح هتزيد جدا. تعالوا نشرحهم مع بعض. سمارت مكونة من 5 حروف: specific, measurable, achievable, relevant, time bound. دول ال5 حروف اللي في كلمة سمارت. تعالوا نقسمهم مع بعض. specific يعني هدفك يكون واضح ومحدد جدا، مش تقول عايز أنجح في شغلي وخلاص، لا، لازم تحدد بالظبط انت عايز تحقق ايه. مثلا عايز اترقى لمنصب مدير خلال سنة، كده انا بقيت محدد. measurable يعني تعرف تتابع تقدمك، وازاي تعرف انك قربت من هدفك او لا. مثلا لو عاوز تخس، يبقى تقول عاوز انزل 5 كيلو في شهرين، وكده بقى قابل للقياس. achievable يعني هدفك يكون منطقي ويناسب قدراتك. ما تقولش مثلا هعمل 10 مليون جنيه في شهر وانت لسه بتبدأ شغل جديد. خلي الهدف واقعي بحيث تقدر توصل له. relevant يعني هدفك لازم يكون ليه معنى في حياتك، مرتبط برؤيتك ومستقبلك. مثلا لو عايز تتعلم مهارة جديدة، اتأكد انها هتفيدك في شغلك او في حياتك عموما. time bound يعني لازم يكون في وقت واضح لتحقيق الهدف. مفيش حاجة اسمها عايز اتعلم لغة جديدة قريب. حدد وقت، مثلا ممكن نقول هتعلم أساسيات اللغة الألمانية في 3 شهور. طيب تعالوا نطبق التكنيك على هدف مشهور. عاوز أكون صحي. بالشكل ده الهدف مش واضح ومش هيخلينا نتحرك، لكن لو طبقنا السمارت يبقى هحدد هدفي أكتر وأقول همشي يوميا لمدة نص ساعة، وهتابع التقدم وأحسب الأيام اللي مشيت فيها خلال الأسبوع. هخلي الهدف بسيط ومناسب، يعني 2 كيلو وبعدين 3 كيلو وبعدين 5 كيلو لحد ما أوصل ل10 كيلو. كمان هخليه مرتبط بصحتي. هحدد مدة وأقول همشي 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع لمدة شهر. بالشكل ده الهدف بقى واضح وقابل للتحقيق. الجميل في طريقة سمارت إنها بتخليك تبص لهدفك كأنه خطة مش مجرد حلم، وده اللي بيفرق بين الناس اللي بتحقق حاجات كبيرة والناس اللي بتفضل في نفس مكانها. جرب النهاردة، خد هدف واحد في حياتك وطبق عليه سمارت. اكتب كل نقطة على ورقة وحط الخطة قدامك، ومع الوقت هقدر أوصل لنتيجة. لو الفيديو عجبك شاركني في التعليقات إيه الهدف اللي هتبدأ تشتغل عليه، ولو عندك أي سؤال أنا هنا علشان أساعدك. ما تنساش تشترك في القناة علشان تشوف المفيد. إلى اللقاء في فيديو جديد.